أسوأ 10 صفقات الأهلي جابهم في الألفية الجديدة. تعال أقول لكم عليهم. إيفيلينو، على فكرة ده أغلى صفقة أفريقية الأهلي جابها. جه الأهلي سنة 2001 من بيترو أتلتيكو مع جilberto، كلنا عارفين. جه ساعتها $1,200,000. ده كان رقم كبير قوي في ساعتها. على فكرة طلع كلام كتير قوي إنه مريض، سجل جون في ماتش روما الشهير ولعب ماتشين ومشي من الأهلي. أحمد رضوان جه الأهلي سنة 2004 من القناة، لعب ساعتها موسم واحد بس من الأهلي. تحس إن الجمهور كلها كان نفسها تعرف أنت إيه اللي جابك عندنا. جيلبرسون بالنسبة لي من أغرب الصفقات اللي الأهلي عملها. جه الأهلي سنة 2004، حرفيا لعب ماتش واحد. على فكرة ده برازيلي، كلنا قلنا بقى احنا عايزين نشوف البرازيل واللي منها. لعب ماتش واحد، كل الجمهور عرف إنه حلولي ومشي على طول. ماكي النيجيري جه الأهلي 2005، جه $30,000. قعد 4 شهور بس وجاب جون واحد وكان غصب عنه، وفجأة لقيناه مشي. لا بجد فجأة لقيناه مشي. رضا الويشي جه سنة 2005 وده كان مهاجم. قلنا كلنا بس الأهلي جاب البلدوزر الحقيقي. وعلى فكرة ما لعبش اقسم بالله ماتش، لا ما لعبش حرفيا. ساعتها كان مين هجوم الأهلي؟ عماد متعب وفلافيو، فكلنا فهمنا انت ليه ما لعبتش. عمرو سماكة جه الأهلي 2006. على فكرة ده كان صراع جامد قوي بين الأهلي والزمالك، ولما الأهلي وقع معاه كل الأهلاوية كانوا فرحانين جدا عشان جه من الترسانة، وقلنا بس أبو تريكة الجديد جه. على فكرة عمرو سماكة أول لعيب يقع في المنشطات في مباراة أفريقية، وده كان السبب الرئيسي إن الأهلي استغنى عنه على طول. رامي ربيعة جه الأهلي 2006 من الشرقية للدخان بعقد 5 سنين. لعب في الأهلي 6 شهور ولعب ماتشين بس، ومن ساعتها ما شفناهوش. فابيو جونيور البرازيلي جه الأهلي 2011. على فكرة من أول ما شفناه قلنا ولا ده جسم ولا ستايل ولا لعب برازيلي. لعب 11 ماتش بس مع الأهلي، جاب جون وحيد كلنا فاكرينه في كارثة ماتش المصري البورسعيدي. وعلى فكرة هو اللي طلب انه يمشي واعتزل كرة القدم اصلا. هندريك البرازيلي جه الاهلي عام 2014. فترته كلها ان هو بيتصاب ويخف، يتصاب ويخف، يتصاب ويخف. لعب ماتش واحد بس مع الاهلي، والاهلي ساعتها قرر يفسخ عقد اللاعب. وعلى فكرة القصة دي كلنا عارفين ان الاهلي عمل قمة الشياكة مع اللعيب دوت. حتى لما الاهلي قال يمشي اداله قيمة عقده كاملة. ونروح بقى لأغرب صفقة من وجهة نظري، صلاح الدين سعيدو الأثيوبي. ده جبناه سنة 2014 من وادي دجلة، كان مكسر الدنيا في وادي دجلة. معرفش جه الأهلي ايه اللي حصل له، ما لعبش تقريبا موسم على بعضه، لعب كلها 3-4 ماتشات وكان شلل لجميع الأهلاوية. والأهلي قرر يفسخ عقده وما شفناهوش ولا سمعنا عنه خالص. دي كان من وجهة نظري أوحش 10 صفقات في الألفية الجديدة للنادي الأهلي. لو انت شايف ان في صفقة وحشة ما قلتهمش في 10 قول لنا في الكومنتات. سلام.